المغربي في هذا التوقف الدولي واللي عرفت انتصار الاول للناخب الوطني محمد وهبي على راس المنتخب الوطني المغربي على منتخب الباراغواي بجوج لواحد. المباراه اللي تجرات في مدينه لونس الفرنسيه وبالضبط ملعب بولار دو ليليس اللي فايت ليه يعني اخطا فيه الفريق الوطني المغربي مباراه وديه قبل 3 سنوات من اجل مناقشه مباراه اليوم. شنو التغييرات اللي كانوا تغييرات اكيد كثيره على التشكيله الرسميه اللي دخل بها محمد وهبي اليوم. اداء النخبه الوطنيه شنو كان مزيان شكون اللي ما كانش مزيان في هذا الشوط الاول كذلك الشوط الثاني. يسعدني الترحيب بكل من هشام العمراني لاعب دولي السابق. مرحبا بك معنا في ميطا الثالثه. مرحبا امين، انا اسعد. تحيه لك، تحيه تقدير واحترام للسي محمد المغودي، وتحيه طيبه لكل المتابعين والمتابعات الكريمات. معنا كذلك الاعلامي والناقد الرياضي السيد محمد مغودي. مرحبا بك معنا مجددا في ميطا الثالثه. شكرا على هذه الثقة، سعيد جدا بوجود اللاعب الدولي السابق والاطار الوطني السي هشام. شكرا لكل الطاقم الذي يشتغل على هذا البرنامج. تحية كبيرة للمخلصات والمخلصين لهذا البرنامج. شكرا لك سي مغودي. ونذكروا المتابعين ديالنا ان بامكانكم تتابعونا بشكل مباشر في برنامج ميطا الثالثه على كل من فيسبوك وكذلك يوتيوب، صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعه لها سبور واسبريسو. اليوم كان اول انتصار ديال المنتخب الوطني المغربي بقياده الناخب الوطني الجديد السيد محمد وهبي بعد التعادل اللي كان في المباراه السابقه امام منتخب الاكوادور بصفر لمثله 2-1 اليوم. هشام، عجبك الماتش ما عجبكش؟ عجبتك النتيجه؟ شنو بالك اليوم في الماتش؟ التعادل الايجابي الاول كما ذكرنا 1-1 امام منتخب الاكوادور بعد ما كنا يعني منهزمين في النتيجه، وكيبقى شيء ايجابي لاننا رجعنا في النتيجه، وهذا مؤشر ايجابي بالنسبه للوهبي والمجموعه. المقابله ديال اليوم هو انه سجلنا احنا الاولين، يعني الهدف الاول والهدف الثاني، وبغينا نشوفوا يعني المجموعه وسي محمد وهبي كيفاش الطريقه ديال تدبير المقابله والطريقه ديال يعني مراحل المباراه على طيله 90 دقيقه، كيفاش ممكن يتعامل مع الفريق الوطني وهو منتصر في المقابله. يعني المقابله عطاتنا ثلاثه ديال الاوجه مختلفه، يعني الوجه الاول ديال الشوط الاول، الوجه الثاني ديال بدايه الشوط الثاني مع تسجيلنا للهدفين، ثم يعني الوجه الثالث هو ديك كثره التغييرات اللي كانت في الدقائق الاخيره ديال المقابله، اللي خلات نوعا ما يعني الفريق ما يبقاش مركز بشكل جيد، ما يبقاش دوك الاوتوماتيزمات والميكانيزمات اللي بدينا كنشوفوهم في واحد الوقت من الاوقات، خصوصا في البدايه ديال الجوله الثانيه. مؤشر ايجابي هو انه بجوج ديال المباريات كنتكلموا على طاقم تقني جديد، كنتكلموا على عدد تغييرات كثيره ديال التركيبه البشريه للفريق، منهم من اقنع واثبت جدارته واستحقاقه بحمل القميص الوطني والانتزاع المكان ديالو الرسمي. كنتكلم هنا على المدافع ديوب اللي المباراه الثانيه على التوالي كبرهن لانه مدافع اللي قادر يعطي الاطمئنان لخط الدفاع ديال المنتخب الوطني. البارح كان واحد التساؤل ديال صديق البرنامج، باقي كنتذكر الاسم ديالو، مبارك، قال على انه اذا كان المنتخب الوطني يعني ضاغط الفوق وخط الدفاع ديالنا متقدم، واش اللاعب ديوب عنده ديك السرعه اللي ممكن لانه يتعامل مع المساحات اللي كتكون وراء الظهر ديالو. اليوم منتخب الباراغواي عطانا هذا الوجه، وبان على انه منتخب اللي لعب ب 4-4-2، عرفناه وذكرناها البارح وتوقعناها لان تابعنا المباريات الاخيره ديالو، وقلنا على انه غادي يصعب علينا المقابله، غادي يدير لنا واحد البلوك ديفونسيف نازل، لعب 4-4-2، سد لينا يعني العمق ديال الملعب واوبليجانا، فرض علينا على اننا نلعبوا يعني في الاطراف ديال الملعب. اكتشاف ديال الخطه الجديده هو الاستعصاء الاولي اللي كان في بدايه الجوله، هو هذاك البناء اللي كان بطيء من الوراء. نعم. ما استطعناش لاننا نلقاو حلول كثيره. هذا راجع بدرجه كبيره لعدم الانسجام اللي كاين بين اللاعبين، وايضا ربما هذاك اللاعب اللي ممكن انه يدور عليه هذه نعم. الطريقه ديال ايجاد الحلول. كنتكلموا على الرقم 10 اليوم، الخنوس، انه كان كيميل للجهه اليسرى اكثر في لا في لي بروميير ميطون. تريونغل صحيح. مع انس صلاح الدين ومع اللاعب شمس الدين الطالبي، عكس الجهه اليمنى اللي ما ظهرتش بشكل كبير في الشوط الاول. كانت يعني فيها الديشي بزاف، خصوصا من حكيمي اللي كان كيضيع كواري بزاف. نعم. ولهذا ربما لانه الشوط الاول ما عطاناش واحد الانطباع كبير، وما عطاناش واحد القناعه كبيره ديال انه فريق يعني ممكن لانه يلقى حلول كثيره. رجعوا مازال الدوزيام ميطا باش نحاولوا نعم. اننا نديطيوها، نعم. ولكن كما قلنا على ان
اللاعب ديوب اللي بالنسبه لي انا برز بواحد الشكل كبير، خصوصا الى جانب حلحال اللي قدموا مقابله كبيره في خط الدفاع، وكنتكلموا على دفاع متقدم وكاينين مساحات ورا الظهر. نعم. وما نساوش امين كنقطه اخيره باش نختم، هو انه كتلعب مع منتخب راه ماشي سهل، منتخب اللي عنده لاعبين صراع في الخط الامامي، لاعبين اللي كيمشيو في الكونتر بزاف، يعني ما ضربوناش في الكونتر. يعني هذا كيبان على ان لا ليكتور دو جو ديال اللاعبين ديال خط الدفاع كانت بطريقه مزيان. صحيحه. اكيد كذلك كان حضور جماهيري قوي. الجمهور المغربي كنعرفوا في فرنسا وبالاخص لونس الفرنسيه، بزاف ديال الجماهير جاو حجوا الملعب، بزاف ديال المدن الفرنسيه، يعني اكثر من المباراه السابقه اللي جرات في اسبانيا وبالضبط في مدريد. يعني تعلق كبير، كنشوفوا الصور، تعلق كبير بالجماهير المغربيه بالمنتخب الوطني المغربي. كانوا رسائل جميله غنرجعوا لها في البرنامج اللي كانت موجهه لسي وليد الركراكي، وكذلك في التجربه الجديده ديال محمد وهبي. شنو رايك في الجماهير الكبيره اللي حجات اليوم وازرت الفريق الوطني المغربي وفي الانتصار الاول ديال سي محمد وهبي على راس المنتخب؟ اولا في البدايه غادي نستغل هذه الفرصه وادعو بالشفاء العاجل اولا للسي عبد السلام الركسور كرئيس العصبه الاحترافيه اللي كيمر بواحد الوعكه صحيه. الله يشافيه، الله يزيد فرحته، الله يخليه لوليداته. حنا حينما ننتقده ونختلف معنا ننتقده كمسؤول ديال كره القدم، ولكن كانسان ما نبغوا له الا الخير، لا ليه ولا لوليداته. انا بالنسبه لي اهم ربح في هذه المقابله هذه، قبل ما نمشي للجمهور، اهم ربح هو ان محمد وهبي في ثاني مقابله ديالو عكس كل التوقعات، بما في ذلك التوقعات ديال الناس ديال اهل الاختصاص. يعني كان عنده واحد الشجاعه كبيره في احداث تغييرات كثيره داخل تشكيلات الفريق الوطني المغربي مقابله مع المقابله السابقه، لان كنا كنقولوا راه يمكن غادي يبغي يحافظ على المجموعه ديالو كامله ويبقى غادي بها، واذا كان شي تغييرات غتكون شي تغييرات في حدود 3 اللاعبين الى غير ذلك، ولكن باش يوصل يغير ذاك العدد كامل داخل الفريق الوطني المغربي ويمشي بديك النتيجه ويخرج بديك المردود وامام منتخب كما اشار الى ذلك السي هشام، منتخب ماشي عادي. لان لاول مره كنشوف في مقابلتين دوليتين وديتين كنلعبوا مع منتخبات عالميه. مع منتخبات عالميه. راه مؤخرا راه في السنه الاخيره راه كنا كنلعبوا مع المنتخبات، راه وصلنا المنتخبات اللي في الترتيب ديال 110 ولا 112 ولا ما عاد شحال. تقريبا باراغواي كيحتل المركز 40 تقريبا، واهل كاس العالم في المركز السادس في التصفيات ديال امريكا الجنوبيه. ماشي عادي. دونك منتخب اللي هو من المنتخبات القويه عالميا، من المنتخبات اللي عنده امكانيات بشريه ممتازه.